السلام عليكم اخواني المغاربه، السلام عليكم خواتاتي المغربيات. الاونه الاخيره بلا شك سمعتوا بزاف وصبعناكم بزاف بالكلام والهضره على الدستور، التلفازه، في الانترنت، فيسبوك، كلشي كيهضر على الدستور، ممنوع ماشي ممنوع، الديمقراطي ماشي ديمقراطي. دونك قررنا مع شي اصدقاء نغياليزيو هاد لا فيديو باش نشرحوا لكم شويه. هاد الفيديو رياليزينا مع شي اصدقاء باش نعاونوا الاخوه المعكازه اللي ما فيهم يمشيو يقراو 180 ارتيكل تاع الدستور. قبل ما نتكلموا على الدستور غادي نذكركم باش وقع اش وقع هاد العام 2011 في المغرب. دونك في 20 فبراير خرجت حركة ما يسمى حركة 20 فبراير، واللي ساندوها طالبوا بالإصلاح العميق في البلاد لتحقيق ثلاث الحوايج اللي هما الحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية. كما دخل هذا الإصلاح الحركة كتطالب بدستور ديمقراطي. في 18 يونيو 2011 الملك محمد السادس فردوا على هذه المطالب، اقترح دستور جديد دعا للتصويت عليه بنعم. يعني المفروض انه هذا الدستور يكون ديمقراطي. فاتح يوليوز الشهر الماجي 2011 كاين الاستفتاء على هذا الدستور. دونك كما جميع المغاربه كنتسائلوا واش نديروا في هذا الاستفتاء، نصوتوا بنعم ولا لا، ولا نقاطعوا هذا الاستفتاء. باش نفهموا شويه هذا الدستور بلا ما نقراو 180 ارتيكل، حنا قريناه بلاصتكم، قرينا الكومونتير تاع تاع السياسيين، تاع المثقفين، تاع الفقهاء الدستور، وحاولنا نكون واحد الفكره على مضمون هذا الدستور. اجيو نحلوا هذا الدستور ونقترح عليكم نبداو من البدايه، يعني من الفصل الاول. الفصل الاول في الدستور المغربي او مشروع الدستور المغربي الجديد اش كيقول؟ نظام الحكم بالمغرب نظام ملكيه دستوريه ديمقراطيه برلمانيه واجتماعيه. يقوم نظام دستوري المملكه على اساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها والديمقراطيه والمواطنه والتشاركيه، وعلى مبادئ الحكمه الجيده، ثم الربط المسؤوليه بالمحاسبه. وغادي نحبس هنايا ودرنا بالاحمر الكلمات اللي صراحه اللي هي الركائز تاع الديمقراطيه. غادي نحاولوا ناخذوا نقطه بنقطه، كلمه بكلمه في هذا الفصل، واذا كان المسائل اللي جات في هذا الفصل محترمه، الدستور كيحترمها وكيضمنها، ما عندنا ما نقولوا. اجي نشوفوا. دونك كيتكلم من الفصل الاول، اول مساله كيتكلم عليها هي ملكيه دستوريه. فعلا منذ الدستور تاع 1962 المملكه المغربيه والدوله المغربيه هي ملكيه، كاين مؤسسه ملكيه، كاين ملك وكاين دستور. اذا الجواب على هذا السؤال هو نعم، بالفعل عندنا في المغرب، والدستور المغربي الجديد دابا كيضمن هذه النقطه، نقطه الملكيه الدستوريه. النقطه الثانيه هي الملكيه اللي كيقول في الفصل الاول ملكيه برلمانيه. شنو هي الملكيه البرلمانيه بعدا؟ في البلدان الديمقراطيه كيكون برلمان، يعني اللي عندنا حنا مجلس النواب او الكونغرس في امريكان ولا مجلس الشعب في مصر، كيكون البرلمان هو اللي كيمثل السياده الشعبيه، يعني عنده السلطه التشريعيه اللي كتكتب القوانين بوغ سامبل، واللي كيمثلها وتطلب ان يكون مستقلا. خاص هذا البرلمان يكون مستقل على الحكومه وعلى القضاء. وهذه الهيئه يعني البرلمان كيكون مكلف بمراقبه الحكومه. حنا في الدستور او مشروع الدستور الجديد اش كيقول؟ في الفصل 51 الملك او للملك حق حل مجلس البرلمان او احداهما بظاهر طبقا الشروط المبنيه في الفصول 96 97 98. وكنجيو في الفصل اللي من وراه فصل 52 وعندنا للملك ان يخاطب الامه والبرلمان ويتلي خطابه امام كلا المجلسين، ولا يمكن ان يكون مضمونهما موضوع اي نقاش داخلهما. يعني هنا بهاد جوج الفصول، ولا خدينا غير هاد جوج الفصول كاينين دوطخ اكزومبل،
هذه الهيئة أو هذا البرلمان ما عنده لا استقلالية في اتخاذ القرار، وما عندوش استقلالية على القضاء، وما عندوش استقلالية على السلطة التنفيذية. إذا الجواب نخليكم تدوفينيوه، واش ملكية برلمانية؟ الجواب هو لا. اجيو دابا نشوفوا واش ملكيه الديمقراطيه اللي كيتكلم عليها نفس الفصل الاول تاع الدستور، واللي في نفس الفصل كيشرح شنو كنعنيو بالديمقراطيه، او جوج نقاط من اهم النقاط تاع الركائز تاع الديمقراطيه. كيقول كيتكلم على فصل السلطات، وكيتكلم على ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هاد جوج نقاط اجيو نشوفوهم عن قرب ونشوفوا واش مضمونين في هاد الدستور. المغرب كما جميع بلدان العالم من غير ليبيا كتسير وكتحكم فيه ثلاثه السلطات. عندنا السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. السلطه التشريعيه هي السلطه اللي كتكتب القوانين بور فيغ سامبل، كيكون عندها مسنود ليها مراقبه الحكومه، اصدار جميع القوانين والمسابقه على الميزانيه، نزع الثقة من الحكومة ودير فيها ثقة من جديد. هذه كتبقى خاصيات ومسؤولية وخدمة تاع السلطة التشريعية، هي اللي كدير هذه المسائل. السلطة التنفيذية هي اللي كنعطيوها السوار تاع البلاد، يعني الحكومة، وكتنفذ القوانين اللي تفوتات والقوانين اللي اتخذات من طرف السلطة التشريعية. ثم السلطة القضائية اللي كتفصل في النزاعات ما بين المواطنين، ما بين مغربي يضرب مغربي كيمشي مغربي الاخر كيدعيه في المحكمة، كيمشي عند السلطة القضائية. او الجماعة خدات ارض واحد السيد، كيمشي هذاك السيد المغربي كيدعي الجماعة ولا يدعي الوزارة، يدعي اي مؤسسة، يدعي اي مواطن الا كان كيعتبر بانه خالف القانون وتعدى عليه على حقه، كيمشي للسلطة القضائية. الدستور الجديد كيفاش كيتصور هاد السلطات؟ السلطه التشريعيه كاين مجلس الوزراء، المجلس الاعلى للائمه والحكومه. السلطه التنفيذيه عندنا مجلس الوزراء، المجلس الاعلى للامن، الجيش والحكومه. ثم السلطه القضائيه اللي فيها جوج هيئات، المجلس الدستوري والمجلس الاعلى للسلطه القضائيه. ولا بغينا نشوفوا نقربوا ان بو بليس نشوفوا الاختصاصات تاع كل هيئه، المجلس الوزراء كيدير المشاريع القوانين العضويه، مشروع قانون المالية والقانون الإطار. المجلس الأعلى للأئمة هو اللي كيصدر الفتاوى الدينية الوحيد في البلاد. السلطة التنفيذية نفس الهيئة، يعني مجلس الوزراء هو اللي كيعطي التوجهات الاستراتيجية تاع البلاد، فاش غنانفيستيو في الصناعة، في الفلاحة، ندعمو التوريزم، ولا التوريزم لا ما فيش اجي نمشيو على نزوميو على سيكتور اخر. دونك هاد المسائل كتخاد في مجلس الوزراء، هو اللي كيعطي التوجيهات الاستراتيجية للبلاد اللي لونغ تيرم مويان اي لونغ تيرم. ثم المجلس الاعلى وسمحوا لي، والمجلس الوزراء هو اللي كيعين في المناصب العليا، العمال، القياد، الولاة، مدير بنك المغرب، جميع المناصب السامية. هذه من اختصاصات مجلس الوزراء. المجلس الأعلى للأمن اللي كيراقب السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. السياسة الداخلية عارفينها، كنتكلموا في المغرب على وزارة الداخلية أم الوزارات من عهد إدريس البصري، يعني شادة الآليات الأمن الداخلي كامل. والسياسة الخارجية اللي هي لفاسي الفاري. ثم كاين في هذه نفس السلطة التنفيذية كاين الجيش والهيئة اللي كتمثلو كتعين في الوظائف العسكرية لي جينيرو اي كومباني. ثم السلطة القضائية، المجلس الدستوري كيشرع جميع القوانين والأنظمة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية كيعين القضاة، كيرقيهم وكينحيهم. اجي نشوفوا كيفاش مرتبه هاد السلطات فيما بينها وكيف شنو هي علاقتها، واش فعلا منفصله كما كيدعي الفصل الاول على بعضياتها، وشكون اللي كيحكم شكون. حطينا الملك في وسط الشيمه، السلطه التشريعيه بجوج الهيئات تاعها، السلطه القضائيه بالمجلس الدستوري والمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، ثم السلطه التنفيذيه اللي فيها مجلس الوزراء كما شفنا توتالور، المجلس الاعلى للامن، الجيش، ثم الحكومه.
شنو علاقة هاد السلطات ببعضياتها كما قلنا، وشنو علاقتها بالملك؟ الملك كيترأس مجلس الوزراء، كيترأس المجلس الأعلى للأمن، كيعين نصف الأعضاء ديال المجلس الدستوري اللي هما 12، كيعين فيهم 6، ما بين هاد 6 كيعين الرئيس. الملك كيترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. الملك من ناحية السلطة التنفيذية كيترأس مجلس الوزراء، كيترأس المجلس الأعلى للأمن، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكيعين القضاة وكيقيلهم. والجديد في هذا الدستور هو أنه الملك مضطر يعين رئيس الحكومة أو الوزير الأول من الحزب اللي حكم اللي ربح في الانتخابات التشريعية. اذا هذا الشيء ما كيطرح لنا واحد المشكل كبير، مشكل تاع مبدا فصل السلطات اللي كيتكلم عليه الفصل الاول. هنا كنشوفوا بانها ايليتو سوف منفصله، السلطات ما متفاصلاش بيناتها، التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه كيتلاقاو في المؤسسه الملكيه اللي جامعه بيناتهم. علاش كنتكلموا حنا في الدول الديمقراطيه على فصل السلطات؟ ماشي باش نديروا زوين، لحقاش ما خاص شي سلطه تدخل في الاختصاصات تاع السلطه الاخرى. اللي السلطه التشريعيه اللي باغ اكزومبل مكلفه باصدار القوانين، كتابه القوانين، ما خاصش يكون هي عندها يد في السلطه التنفيذيه تكتب القوانين تمشي تنفذها. اللي في القضاء، اللي مسؤول على القضاء، ما يقدرش يكون في السلطه التنفيذيه يدير شي حاجه وما يخافش يتحاكم، لانه عنده يده في السلطه القضائيه يقدر يتدخل باش ما يتحاكمش. هذا الشيء علاش كنتكلموا على مبدا اللي هو ضروري تاع فصل السلطات في الديمقراطيات. لما كانت هاد السلطات بثلاثه منفصله ما يمكنناش صراحه نتكلموا على ديمقراطيه. ثم كاين المشكل الثاني اللي كيطرح مبدا عدم تحقيق مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. كيفاش المحاسبه؟ علاش كنتكلموا على المحاسبه في الدول الديمقراطيه؟ هو انه الشعب كيفوتي، كيختار اعضاء البرلمان. باغ في المغرب كيكونوا البرلمان، هذا البرلمان كتنبثق عليه واحد الحكومه برئيس تاعها ورئيس الحكومه بوزراء، كل وزير في الدومين تاعو، وزير الداخليه اي كومباني. هذه الحكومه الدور تاعها هي تنفذ التوجهات الاستراتيجيه وكما قلنا قبيله والتعيين في المناصب العليا. يعني بالعربيه هذه الحكومه كتعطيوها السوار تاع البلاد، كدير كل شيء، السوار تاع البلاد، جميع لي سيكتور، جميع المناصب كتدخل فيهم، عندها يد في كل شيء، ولكن مرتبطه بالقوانين ومرتبطه بالدستور ومرتبطه بحاجه ثانيه اللي مهمه خصنا نطرقوا لها، هو انها مرتبطه بمجلس الوزراء. هذه التوجهات الاستراتيجيه والتعيين في المناصب العليا كيتقرر في مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو اللي كيحط هذه الاستراتيجيات، ومجلس الوزراء كيترأسوا الملك. المشكل اللي كيتطرح هنايا تاع عدم ربط المسؤوليه بالمحاسبه هو انه الشعب ما يقدرش يحاسب الحكومه. كيفاش غيحاسبها في الدول الديمقراطيه؟ يحاسبها يعني ما يصوتش عليها المره الجايه في الانتخابات اللي موراها، دونك كتسقط هذه الحكومه. هنايا اش غادي يقدر يدير الشعب؟ ما غاديش يصوت على الحكومه، ولكن الحكومه غتقول لك انايا غير نفذت، انا نفذت توجهات استراتيجيه والتعيين بالمناصب العليا وما جواره اللي تقرر في مجلس الوزراء. غتمشي انت غادي للشعب، غادي يطلع لمجلس الوزراء باش يحاسبوا. مجلس الوزراء كيترأسوا الملك، اذا الملك ما يمكنش نحاسبوه بحكم الدستور، والملك غير منتخب. اذا هنا كيوقع عاوتاني عندنا اشكال ثاني في معادله الديمقراطيه اللي هو مشكل تاع ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وخاص اي واحد عنده مسؤوليه خاص يقدر الشعب يحاسبه. هنا كما قلنا يقدر فعلا الشعب يحاسب الحكومه، ما يعاودش يصوت عليها، ولكن الحكومه غتبقى ديما كتخبى في القرارات، وراء القرارات اللي اتخذت في مجلس الوزراء اللي هو برئاسه الملك، يعني كتخبى وراء الملك، وعمرنا ما نقدروا نحاسبوه، وغنبقاو بنفس المشكل اللي عندنا اليوم.
اذا الملكيه الديمقراطيه صراحه ما مضموناش، ما كايناش في هذا الدستور الجديد. يعني دابا لو بغينا نريزوميو هذا الدستور اللي مطروح للاستفتاء في 1 يوليو 2011 ما فيهش فصل السلطات، ما فيش مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ما فيش المبادئ الديمقراطيه. صراحة أنا ما عرفش نقدر نسميه، هو دستور غير ديمقراطي، وكنسميه بصراحة دستور العبيد. ولهذه الأسباب كلها ما مصوتينش. وشكرا.